النهاردة هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا بس محيرة ناس كتير. أكيد وانت بتبص على ايدك قبل كده شفت العروق الزرقاء اللي باينة تحت الجلد، وسألت نفسك هو الدم اللي ماشي فيها لونه أزرق؟ يعني معقول جسمنا فيه دم أحمر ودم أزرق؟ اللي هقولهولك دلوقتي يمكن يغير نظرتك لحاجة كنت شايفها طول عمرك كل يوم ومش واخد بالك منها. أول حاجة لازم نعرفها إن الدم عندنا في الجسم دايما لونه أحمر، بس درجات الأحمر بتتغير على حسب هو رايح فين أو راجع منين. الدم اللي خارج من الرئة بيبقى مليان أكسجين وبيكون لونه أحمر فاتح، ولما الأكسجين بيتسحب منه في الخلايا الدم بيرجع على القلب بيبقى لونه أحمر غامق لكن مش أزرق. فالسؤال الحقيقي هنا، ليه العروق اللي في إيدينا بتبان لونها أزرق؟ كل مرة بتتنفس فيها ملايين من جزيئات الأكسجين بتدخل للرئتين، وبتبتدي من هنا الرحلة الحقيقية. جوه الحويصلات الهوائية الدقيقة اللي موجودة في الرئة الأكسجين بيقابله كرات الدم الحمراء، ودي جواها بروتين اسمه الهيموجلوبين، وهو ده بطل الحكاية. بيحتوي على ذرات من الحديد وهي اللي بتدي الدم اللون الأحمر. الهيموجلوبين ده بيرتبط بالأكسجين بقوة وبياخده في رحلة داخل الأوعية الدموية، ويمشي بيها آلاف الكيلومترات داخل جسم الإنسان كل يوم علشان يوصل لكل خلية بتشتغل وبتتنفس. ولما يسلم لها الشحنة اللي هي المفروض الأكسجين، بيستلم حاجة تانية اللي هو الكربون دايوكسيد أو ثاني أكسيد الكربون، يرجع بيه تاني للرئتين علشان تطرده مع هواء الزفير، والدورة تفضل مكملة. اللي بيخلي الرحلة دي معقدة هو إن كل خطوة فيها بتتطلب توازن دقيق جدا في درجة الحرارة، الحموضة، وضغط الغازات، ولو اختل أي تفصيلة من دول الجسم بيتأثر. فالدم مش مجرد وسيلة نقل. اللي بيحصل لنا هنا ملوش دعوة بلون الدم، دي خدعة ضوئية غريبة جدا. الضوء لما بينزل على جلدك جزء منه بيدخل والجزء التاني بينعكس تاني على عينك. الجلد بيمتص ألوان معينة من الضوء وبيرجع لك ألوان تانية، وطبعا كل لون ليه طول موجي مختلف. واللون الأزرق بالذات بيرجع بشكل أقوى من تحت الجلد، وده اللي بيخلي العروق تبان كأنها زرقاء، لكن الحقيقة الدم اللي جواها أحمر غامق عادي جدا. يعني احنا مش بنشوف لون الدم نفسه، احنا بنشوف انعكاس الضوء من خلال الجلد. لو عاوز تتأكد جرب تبص على لون الدم اللي بيتسحب منك لو بتعمل تحليل، هتلاقي الدم اللي طالع من الوريد لونه أحمر غامق مش أزرق. ولو جبت كشاف صغير ووجهته على ايدك ممكن تلاحظ فرق في شكل العروق على حسب نوع الضوء، لأنه بيتعامل مع الجلد والعروق بشكل مختلف. الهيموجلوبين بيشيل الأكسجين لما يبقى لونه أحمر فاتح، ولما الأكسجين يتفصل عنه بيبقى اللون أحمر غامق، لكن في ولا حالة من الحالتين دول الدم بيبقى لونه أزرق. بس على فكرة في كائنات دمها أزرق فعلا، يعني زي الأخطبوط مثلا وبعض القشريات، وده علشان عندهم مادة اسمها هيموسيانين بدل الهيموجلوبين. الهيموسيانين ده فيه نحاس بدل الحديد، وده اللي بيخلي دمهم يبان أزرق. اللي بنتعلمه من المعلومة دي إن مش كل اللي عينك بتشوفه بيكون حقيقي. أوقات في العلم الظاهر بيخدعنا لكن التفسير بيكون أعمق وأمتع بكتير. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، واشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله. سلام.